فرقة الملوك بين شباب الأهلي والشارقة هنا في استاد راشد. قمة الصدارة بين فريقين لم يتذوقا طعم الخسارة هذا الموسم. رادار سبورت ورول في قلب الحدث. اسمع يا شرجاوي. من بداية الشوط الأول أنت شايف الحكم، أنت تلعب مع المتصدر، مباراة مهمة اليوم كانت. يعني الحكم من بداية الشوط الأول انذارات على الشارجة. الشوط الثاني يعني ممكن ان احنا نرد المباراة 1-0. بلنتي ما له داعي، لا راح للفار ولا الفار يجلس يكلم الحكم. على الأقل شوي، على الأقل على أساس ما تحصل إثارة ارجع للفار. من المفروض مباراة مهمة على الأقل انه يرجع للفار على اساس ما تستوي هالمشاكل كلها. مشادات صارت صراحه، يعني ما توقعنا من الحكم بهاي الطريقه. روح للفار على اساس انه حتى الجمهور او اللي قاعد يشاهد المباراه انه فعلا الحكم تاكد انها هذه ركله جزاء من هذا السبب. لكن اللي بالفار اللي قاعدين المفروض يستدعون الحكم على الاقل على اساس ما تحصل اثاره. انت اليوم تلعب ضد احنا متصدر الشارجه، يعني مباراه مهمه. شفت الكروت الصفراء، شفت يعني ما يصير بهالطريقه. يعني التحكيم شوي يا جماعه الخير، ودنا ان احنا نرتقي وياهم، لكن مش بهالطريقه. يعني اصبحت المباراه يعني بين طرفين استوت مشاكل داخل. نعم خساره اولى والله. الحكم مو على مستوى المباراه صراحه. نفس الحكم اللي لعب في السوبر صراحه. نفس الحكم يعني على احتكاك عادي، كروت صفراء، بلنتي ما رجع للفار. يعني مثل هالقمه بين الشارجه والاهلي متصدرين، فريقين متصدرين، يبقى على الاقل الحكم على مستوى المباراه. بس الشارجه ما ظهر رغبه انه يبغى المباراه اليوم. داش المباراه يفكر في التعادل، يفكر في النقطه. المباراه هاي تلعب على تفاصيل. خلاص هني اذا انت اغتنمت الفرصه، يعني بلنتي هاي نقطه تحول. خلاص بلنتي خلصت المباراه. يعني لو ما انحسب البلنتي في هالوقت ممكن الشارجي يتعادل، بس بعد البلنتي تتعرف خلاص. مباراة عبارة عن شو؟ لاعب الاهلي يتعور يطيح 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق. لاعب الشارجة اذا تدخل بسيط انذار. لاعبة الاهلي اي تدخل اي شيء ما يحسب شيء. ليش؟ لين متى هالتحكيم؟ انتم فريقنا متصدر، اوكي، الحين منافسة بين الاهلي والشارجة الاول والثاني. تي تظلم الفريق ليش؟ تحكيمكم ليش شي؟ لين متى؟ لين متى؟ من بداية المباراة والله العظيم ولا الحكم أحمد سالم ما يعرف يحكم. أنا كيف خلوه حكم أنا ما أعرف. شوف كم من مرة والبلنتي اللي يحسبه والله العظيم إنه مش بلنتي. لاعب شباب الأهلي نازل على لاعب الشارجة وكيف يحسبه بلنتي لهم؟ بعيد عن الامور الفنيه التحكيميه، والله العظيم انه بعيد. انت فريقك اليوم ما ادى في الملعب، حتى بعد ما سجل شباب الاهلي انت ما اديت في المباراه. ما اديت في الملعب. انت شفت اللي سوى هناك؟ شفت اللي سوى داخل؟ وصار يحسب لنا 10 دقائق وقت ضايع. 10 دقائق والوقت اللي سوى هالمشكله اللي سوت هناك ما حسب لنا اياها. وثاني شيء لاعب شو اسمه شباب الاهلي ينكسر ويحسبه فاول. لاعب الشارجه لما يطيح ما يحسبه فاول. ليش؟ احمد سالم هذا من اول ما سوى حكم وهو لين اليوم كله ويا شباب الاهلي، ولا مباراه ويا الشارجه. لو انا ما افهم في الكره ولا افهم في التحكيم عيد وتشوف. بعد الدوري باقي 18 جوله يعني، الا هي 3 نقاط. بعد الدوري طويل، بس انا اقول لجنه الحكام انهم يضبطون حكامهم، وبعدهم يبون ان احنا ندعم الحكام المواطنين. نادي الشارجه النادي الوحيد في الامارات اللي قاعد يدعم الحكم المواطن وما يجيب. الحين كملنا 3 مواسم بامر صاحب السمو حاكم الشارجه الله يحفظه ان انا يقول لك انا ادعم الحكم المواطن وادعم يعني ادعم كل الحكام. يعني على الاقل الحكام يعني شوي يعني يركزون في اللعب، بس يعني ضربه جزاء وانذارات ما لها داعي. يعني انت تلعب مباراه قمه وحضور جماهيري، يعني الملعب 15,000 شخص موجود، يعني الحكم شوي يركز في الملعب، لا يشخصن الامور مع اللعيبه يعني. والحمد لله على كذا الدوري طويل بعده 18 جوله باقيه. يعني انت حطمتني لان البلانتي مش بلانتي، لعبه كتف قانوني، اسمها كتف قانوني مش بلانتي. انا متعمد اضربه في الصندوق، يبقى اي لعيب يلعبها
ويضرب لاعب تاني الخصم في الصندوق يبقى ايه؟ ده غبي. لكن احنا نقول دي كتف قانوني ما فيهاش بلانتي. وليه ما رجعش الفار؟ ليه ما رجعش؟ الحكم ده قاصد نادي الشارقة بالاخص مباراتين، المره الاولانيه ودي تاني مره، يعني ما فيش الا في الاتحاد الكره، اتحاد الحكام هو الحكم ده الوحيد. قبل لا تبدا مباراه مبيوع قبل لا تبدا اصلا. معلش، لكن احنا نقول ايه؟ ان ازاي الحكم ده يحكم لنا مرتين؟ ده حرام يعني، والله حرام يا كابتن علي، يا كابتن علي سالم، حرام. انت كده حتى ما بتجريش عشان تشوف الفاور اسكات صح ولا كل حاجه على الشارع. وين فاول؟ وين فاول؟ يعني احنا ايه يعني؟ مش بني ادمين احنا؟ الوعد في الشارع، وصبح يحييك نادي الشارع بس بيكون لا يصير يطالع الفار والانذارات كثر على اللعيبه. معروف هالحكم يعني حرام عليه، هذا ظلم. الاستواء اليوم في الملعب هذا ظلم. بس انت اديت اليوم بعد جول شباب الاهلي، انت اديت. شوف احنا عندنا الهجوم يعني شويه يباله، بس الدفاع وهذا يعني من الحكم اخترب المباراه واستوت في الملعب فوضى بين اداره نادي الاهلي ونادي الشارجه. يعني وين كله من الحكم. لعبت مباراه حلوه، حكم قبل البلنتي والله خرب المباراه بالفاولات، طلع اللعيبه من جو المباراه. شباب الاهلي اول جول سجل من خطا ميلوني، والله سجل من خطا ميلوني. بعد الجول صار حسب لهم بلنتي، والله مو بلنتي، التحام عادي. انا بعدين لعبت وسجلت، ما استسلمت وسجلت جول، الحمد لله. والله انا فايز، انا مو خسران، انا فايز. خسرت 3 نقاط اليوم وصلت الصداره. اذا الحكم عادل انا فايز. هالحكم ظلمني الموسم الماضي يوم لعبنا كاسيس الدوله، يوم خسرنا 4-3، والله ظلمني. يستحق الفوز بعد ما تدخل كوزمان، وهذا المباراه ماشي كان احسن، بس الحكم صراحه خرب المباراه بامانه. المفروض ضربه الجزاء مو ضربه جزاء، نحن نشوف مو ضربه جزاء، المفروض يكون عادل ويرد للفار. شو الموضوع بين لجنه الحكام واحمد سالم مع الشارجه؟ 3 بطولات موسم اللي طاف ضيع البطوله، 3 بطولات. اليوم الفار ليش ما تصير حق الفار؟ يعني الجمهور كلهم مش مشغلين التليفون، المباراه لايف في التليفون، غلط؟ كيف؟ مره مرتين احمد سالم حرام عليك، خاف الله. 3 بطولات الموسم اللي طاف، هالموسم ضيعت مجهود فريق كامل، الفريق قده والله، حق الفريق قده. ونتمنى من جمهور الاهلي شوي يحترمون الضيوف، لان هذا مش احترام، عيب. يوم تكون عندنا نحطكم هني، نحن كنا عيال البلاد، عيب. هالاحترام اللي تسوونه عيب. تفرون قلاصات اللي جايب عيال اللي حريم جالسين فوق، والله عيب. بس ما عندي شيء ثاني. انا اقول لك مكان الطبيعي. انا بقول يقول من ضحك كثيرا بكى اخيرا. انا بعرف جمهور الشارجه قبل المباراه لاعبين اسيويه، ليش يبون الاهلي؟ حق ليش يبون الاهلي؟ فريق الاهلي كبير، انت لا تلعب يا فريق كبير. يقول لك الكبير دومه كبير، بس يقول لك الفارس يوم تبدا في الميدان مستحيل الزخاء. نحن فرسان وملوك، واكد لك بعد. والصداره وين؟ في هالبيت الصداره، في هالبيت الصداره، في هالبيت الصداره. اقول لكم يا شرجاوي، حبه شرجاوي ما يقدر علينا. للمره المليون اقولها، المره المليون. فزاع قال من تمنى طيحتي يلقى مطاحي فوق الشواهيق العظيمه اللي هي مكان الاهلي، الصداره. هذا مكان الاهلي، والله العظيم الاهلي ما يليق له الا الصداره. نحن بعدنا في بدايه المشوار، وباذن الله الفوز هذا دافع كبير انك تقاتل على باقي البطولات، مع احترامي وتقديري لنادي الشارجه. الحمد لله علامه بدون خساره، الحمد لله، والبقيه مزيد. وان شاء الله حبه ان شاء الله نستمر في الصداره. عندي رساله بسيطه حق الشرجاويه اللي قالوا نحن بريكم، استاذ راشد راح نفوز عليكم. وايد كانوا يتكلمون ويهايطون، لكن احنا جينا الحمد لله نتكلم في الميدان. نحن الميدان هو اللي يتكلم. انا كنت واثق طالع من البيت جاي النادي، انا واثق اني بفوز، واثق في فريقي، والحمد لله ان شاء الله مع النحو التاسع ان شاء الله. من يوقف الفرسان؟ ما حد راح يوقف الفرسان. اذا فرسان في يومه مستحيل حد يوقفه، وانا قايلها قبل في 2023، قايل اذا الاهلي مسك الصداره صعب يفتش عنه. تاسع اكيد. ليش تريح؟ خلاص واصل.
ما باقي شيء. بعد الدرب طويل. خالص انا اقول لك خالص. 3 نقاط فقط. خالص انا منو بينافسني؟ هاي بنافس؟ خالصه. صدارة خط احمر واللي يباها يتفضل. اسمع الكثير يتكلم ونحن نتصدر. قبل الماتش يقول لك سان باولو، يقول لك فلامينجو. لا، احنا شباب الاهلي فخر دبي وفخر الصناعه الاماراتيه. كبير دبي واحد الاهلي. اقول لكم على حاجه. في ناس بتتكلم وما تفعلش، احنا بنفعل وما نتكلمش. اقول لكم على حاجه، استاد راشد ده هيبقى وبال على اي فريق الموسم ده. اللي يجي هنا يبقى امه داعيه لو طلع بنقطه. مفيش صدارة بس استنوا بس ونحب نقول اخواتنا الشرجاويه جود نايت. لا جديد يذكر على شباب الاهلي. هذا مكانه الاهلي، مكانه في الاول. ما في اي نادي يتحداني. انا صراحه يمكن تصريح اللي طاف قلت نحسب حساب حق كل فرق، لكن من اليوم ما في فريق يقدر يواجه شباب الاهلي في كل شيء. دام الاهلي مسك الصداره ما حد يقدر ينزله، ولا اي فريق سواء كان العين، الوصل، النصر، اي فريق ما حد يقدر يواجه. الدوري طويل، لكن انا اعطيك اياه من الحين. دام الاهلي مسك الصداره ما في نادي يقدر عليه. 3 نقاط مضمونه. خلاص يعني خلاص الموسم ما انتهى. لا بعدد موسم طويل، لكن انا اقول لك حق الناس اللي تهايط على الاهلي. في غيرنا السنه اللي طافت هايطوا، خذوا ثنائيه وتم يهايطون. والله تحطها كنيرة دقو. ناموس زوم الناموس. انا مسوي وياي القاء في مباراه منياس وقلت بناكلها ماكل وقد اللي قلته. الصداره وين؟ الصداره استاذ راشد. نعم. خلاص ما اشوف حد. هذه ليله الصداره وباذن الله من هالمباراه الدوري اهلاوي باذن الله. بعد الدوري لا الاهلي او العين اذا راحوا المركز الاول او الثاني ما حد يروم ينزله. خلاص 20 جوله باقي، ما حد يروم ينزلهم. خلاص 20 جوله باقي. خلاص الدوري اهلاوي من الحين. الدوري اهلاوي وارجع لي نهايه الموسم. ترتاح وتعيش نعلمك بماضيك. وهذا حمد ولدنا. الحمد لله على الفوز. اهم شيء ان نحن نستمر عقب هالفوز، نفكر في المباراه الجايه. خلصنا من هالمباراه ونحن مثل ما قلت لك نحن نحتفل شويه ونفكر في الجاي اصعب. المباراه القادمه اصعب. اكيد اصعب، لكن انا عندي نادي كبير، ناديه كبير، وعندي لعيبه وعندي جمهور، كل شيء عندي. هالسنه ان شاء الله باذن الله اذا الفريق استمر ان شاء الله بنجيب البطوله باذن الله. هكذا كانت قمه الملوك بين الشباب الاهلي والشارقه. الصداره للاحمر، الفارس الكبير يتصدر دورينا بالعلامه الكامله. مبروك لعشاق الفرسان وهاردك لعشاق الملك. نلتقي في الحلقه القادمه من رادار سبورت فور أول. الى اللقاء.